السلام عليكم. معكم محمد. النهاردة في الحلقة بتاعتنا في N8N هنتعلم ازاي ان احنا نقدر نعمل فورم، نقدر من خلالها نجمع قائمة بريدية بالعملاء المهتمين معانا، بحيث ان احنا نقدر نستهدفهم مرة تانية. تابعونا، وبإذن الله الحلقة من النهاردة هتبقى مفيدة. أول خطوة، احنا بنروح على الموقع بتاعنا بتاع N8N ونبدأ نبني الورك فلو بتاعتنا. احنا حاليا محتاجين نبني فورمة زي الشكل اللي احنا قدامنا دوت، فيها انبوت واحد اللي هو الايميل بتاع اليوزر، وفيها الزرار ان اليوزر بيقدر يكريت او يقدر يسبميت الايميل بتاعه عندنا. عشان تقدر تبني فورمة في N8N بتضغط على اد فيرست ستيب، وبعد كده بتروح على اون فورم سبميت. هنا هتلاقي العنوان بتاع الفورمة. لو جينا هنا نقول له مثلا ايميل، مثلا ليست، نقول له مثلا ايميل، ده العنوان. وتعالوا مثلا هنا نسميها get in touch. وعايزين اول input عندنا اللي هو الانبوت بتاع الايميل، وعايزين ان الشخص يدخل ايميل، ونكتب هنا user ايميل. وتعالوا نشوف، نعمل تيست ونشوف اللي هيطلع قدامنا دلوقتي. ممتاز جدا، ظهر لنا فعلا هنا العنوان بتاع الفورمة، ده الديسكريبشن، ظهر لنا هنا الايميل، وهنا فعلا ظهر لي كلمة يوزر ايميل. بس انا في حاجة مش لطيفة شوية، انا عايز اشيل البادج اللي تحت ده بتاع N8N. وفي نفس الوقت انا لما بضغط سبميت هنا بتسبميت الفورمة حتى لو الايميل فاضي. فانا عايز لو الايميل فاضي، يعني زي ما احنا شايفين هي الايميل جالي فاضي، انا لو عايز الايميل دوت لازم يبقى فيه قيمة. يبقى انا لازم اجي اعمل هنا في الريكوايرد، اخليها ريكوايرد. طب لو عايز اشيل البادج اللي تحت اللي هو كان خاص بتاع ال N8N، اجي هنا في add option، عندي حاجة اسمها append N8N. اجي هنا اقوم ايه قافل الكلام ده، اجي تاني اعمل تيست. مفيش حاجة ظهرت لنا، تمام. ده هو عشان بس الرابط بتاع هو الرابط بتاع التيست ده ممكن اخده كوبي. كده خدته كوبي، عندي اجي اعمل تيست. وتعالوا مثلا هنا في اي مكان انهم عاملين الرابط ده كده، هلاقي فعلا هي اختفت من تحت. ولو جيت ضغطت هنا هلاقي بيقولك ان الفيلد ده ايه required. طيب خلينا نستقبل بقى، نكتب الايميل اهوت. طب على فكرة برضو معلومة تانية، ان هي لو كتبت حاجة تانية غير الايميل، هو هنا بيفاليديت ان هنا لازم يبقى فيه ايميل. ده ليه؟ ده برضو عشان انا جيت هنا وقلت له ان الانبوت بتاعك او الانبوت ذات نفسها هو ايميل. تعالوا ايه نعمل ستوب كده واوريها لكم بالمرة. ايوه اهي الاليمنت تايب، اخترت له من هنا ايميل. وهنا دوت الاسم بتاع اللي هو التايتل اللي هو بيظهر عندنا. نعمل تاني تيست مرة تانية اهوت. اكتب هنا اعمل سبميت، حصل سبميت. رجعنا على الورك فلو، فعلا جاب لي الايميل ده. طيب انا عايز بقى ابدا، انا خدت جالي الايميل وجالي الوقت، انا عايز اسيف الكلام ده عندي، اسيفه في مكان عندي. احنا ممكن مثلا نعمل الانتجريشن بتاع جوجل، ان انت تكون رابط N8N بجوجل عندك، وتعمل جوجل شيت على جوجل، تبدأ تجمع فيه الايميل اللي موجود. فانت يا دوبك هتعمل هنا كده، هتدوس اد، وهتيجي هنا هتكتب جوجل شيت، ايوه اهيت. وبعد كده هتقول له والله مثلا ابند رو
ان شيت والله ابند اور ابديت. انا محتاج ان انا ابند اور ابديت الرو ذات نفسه. ماشي، خلينا ابند اور ابديت الرو ذات نفسها. وتيجي هنا اول خطوة تختار الكريدنشال بتاعتك. لو مش عارف ازاي تعمل كريدنشال مع جوجل، بسيطة جدا، هتلاقيها موجودة عندنا على القناة، او انك انت ممكن تعمل سيرش عليها. هي بسيطة جدا. بتدوس هنا على الايديت وبتبدأ تمشي مع الخطوات بتاعة الكريدنشال ذات نفسها، ان انت تدي اوثنتيكيشن للان اي تي ان ان هو ياكسس جوجل عندك. المهم احنا بنختار الكريدنشال بتاعتنا. بقول له والله انا عندي دوكيمنت. لا سوري، احنا هنا عندنا الدوكيمنت، وعايز اقول له ان احنا هنأبند الرو او ال هنأبند في الدوكيمنت ذات نفسها. الدوكيمنت عندي هنا اسمها ايميل ليست. لو انا رحت هنا اهوت على جوه على الجيميل بتاعي، ضغطت على الدرايف، هلاقي فعلا انا عندي الشيت اسمه ايميل ليست اهيت. تعالوا حتى نمسح التجربة اللي كانت موجودة. ونرجع تاني على ان ات ان. ادي الايميل ليست، وادي الشيت، وادي الاي دي، وادي وقت الايميل اللي هم موجودين ايه عندنا، اللي هم دول. فتعالوا مرة تانية نروح للورك فلو. هنقول له والله الايميل دوت انت هتاخده من هنا، والاي دي ممكن نحط الراجل ده مثلا عمل سبميت امتى مثلا. وتعالوا نعمل تيست للستبس ديت. ماشي، زي ما احنا شايفين ضاف الايميل والايه والوقت اللي هو اتعمل فيه. نيجي في الاول خالص، نيجي على الفورم سبميت، نقول له برودكشن، تعال ناخد الرابط، وتعالوا نأكتف الورك فلو دوت. ونيجي ناخد الرابط بقى. بصوا هنا في حاجتين، في الرابط بتاع التيست ده بستخدمه وانا لسه قافل الاكتف دوت وشغال في التيست. لو انا خلاص عايز اطلع برودكشن، ابعت الرابط ده بقى لاي حد، احطه على ويب سايت يعني ابدا اشتغل بيه، بضطر ان انا اجي هنا اهوت اخلي اضغط على كلمة برودكشن واخد الرابط ده. وتعالوا نحط الرابط ده مثلا هنا اهوت اهو. نكتب الايميل ونعمل سبميت، ونروح عندنا هنا اهوت نلاقي اتضاف بالشكل ده. اللي انا حابب اعرفكم بس بيه في ان الموضوع فيه بسيط جدا. ممكن تعمل كمية اوتوميشنز رهيبة بدون كتابة اي كود، بطريقة سهلة جدا، بطريقة بسيطة. استغلوا الذكاء الاصطناعي وان ات ان الكلام ده كله هيفرق جدا في شغلكم. وربنا يا رب يوفقكم. شكرا جدا.